طيب يا صاحبي، ده الآلة الحاسبة اللي احنا ان شاء الله هنعملها. اول حاجة بس كتبنا كده رسالة نصية بتقول welcome to calculator app، يعني مرحبا بك في برنامج الآلة الحاسبة. وسألني دلوقتي بيقول لي دخل لي الفيرست نمبر اللي هو الرقم الاول، فهقول له وليكن رقم 10، فهدوس انتر فهيقول لي دخل لي الرقم التاني، فهقول له مثلا وليكن رقم 2. لو جيت دوست انتر هيروح ظاهر لي كده سطر كده وبيقول لي ان انت لو عايز تجمعهم او مجموعهم يعني 12. الطرح بتاعهم 8 لان فعلا 10 ناقص 2 هتطلع 8. المالتيبلاي اللي هو الضرب هيطلع 20 لان 10 في 2 ب 20. الديفايدد اللي هي القسمة 10 على 2 هتطلع بخمسة. والمودولس 10 مودولس 2 هتطلع بكام؟ هتطلع بزيرو. يا ريت توقف الفيديو كده وتحاول انك انت تعمل برنامج زي ده، وان شاء الله هنفهم كل حاجة فيه يعني ما تقلقش. فهستناك بس انك انت تحاول فيه وبعد كده نبدأ بإذن الله. طيب ان شاء الله تكون حاولت في البرنامج. اول حاجة كان عندي رسالة نصية كانت بتقول لي ايه؟ كانت بتقول لي print بين علامة تنصيص، وكان عندي العلامة دي فتحتها ازاي؟ دوست على شيفت باك سلاش. ايه باك سلاش دي اصلا؟ باك سلاش اللي هي دي هتلاقيها فوق الانتر. لو دوست على شيفت باك سلاش هيفتح لي العلامة دي، تمام. وهقول له ايه؟ وهقول له ويلكم، مرحبا تو كالكوليتور اب. يعني ايه؟ يعني مرحبا بك في البرنامج بتاعنا. وهنفتح نفس العلامة دي اللي انا بدوس برضو على شيفت باك سلاش. فلما اجي ادوس رن هيظهر لي السطر، اول سطر احنا عملناه. تاني سطر كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي ان انا عاوز اخلي المستخدم يدخل الفيرست نمبر. فخلاص هعمل متغير اسمه نمبر 1، هقول له ايكوال. انا عايز اخلي المتغير ده عشان ابدا اعمل عليه عمليات حسابيه، فلو قلت له اللي هو انبوت عشان المستخدم يدخل الرقم، وبعد كده قلت له فيرست نمبر، فطبعا الكلام ده مش هقدر استفاد بيه، لان قلت لك ان انت في حاله انك انت بتستخدم الانبوت فاي حاجه هتكتبها هنا هتتخزن كانها نص، فمش هتتخزن كانها رقم. طب عشان نخزنها كرقم نعمل ايه؟ نخلي الانبوت ده جوه ايه؟ جوه الفلوت. طب اشمعنى الفلوت مش انتجر؟ لان انا عايز اخلي الرقم اللي يطلع يكون رقم كسري، لان انا ممكن اقسم، فلو قسمت وانا عندي انتجر مش هيطلع لي ارقام كسريه، واحتمال كبير جدا لو في القسمه يعني هيطلع ارقام كسريه. فانا عايز ايه؟ يكون من نوع فلوت. فهكتب عادي جدا فلوت وافتح القوس واقفله في الاخر خالص هنا كده. فبكل بساطه لما انا اجي ادوس ران هيقول لي ويلكم تو كالكوليتور اب. هيقول لي الفيرست نمبر هدخله مثلا وليكن رقم 20 وهدوس انتر. بس عايزين نظبط المسافه، فهنيجي هنا كده ونقول له مثلا وليكن الكولن، نسيب مسافه وندوس على شيفت كاف يفتح لي النقطتين فوق بعض دولت. وعايز كمان برضو بعد ويلكم تو كالكوليتور اب انزل سطر. طب انزل سطر ازاي؟ بباك سلاش ان. باك سلاش ان بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انت هتنزل سطر، هتسيب سطر برضو بعد ويلكم تو كالكوليتور اب ده. فلما اجي ادوس ران اول حاجه طبع لي النص ده، وبعد كده نزل سطر فساب لي فعلا السطر ده، وبعد كده قال لي فيرست نمبر هقول له مثلا وليكن رقم 20، ومخزن رقم 20 ده في المتغير اللي اسمه نمبر 1. طيب تاني حاجه هقول له ايه؟ هقول له نمبر 2 بيساوي برضو فلوت، تمام. وبعد كده بفتح القوس وهقول له انبوت، وافتح القوس تاني وهقول له ايه؟ وهقول له سكند نمبر. يعني ايه اس اي سي؟ دي اختصار كلمه سكند اللي هي ايه؟ اللي هي تاني نمبر، يعني تاني نمبر انت عايز تعمله ايه. فبكل بساطة برضو لو جيت جربت البرنامج هيقول لي الفيرست نمبر هقول له 10، السكند نمبر هيقول لي 20. ممكن كمان نكتب كلمة سكند كاملة عشان ايه؟ عشان توضح. ده بكل بساطة اللي احنا عاملينه. عاملين 3 سطور، المستخدم هيدخل نمبر 1 وهيدخل نمبر 2. عايزين نعمل ايه؟ عايزين، كان ظهر لنا خط كده مليان العلامة اللي زي دي كده، فدي علامة الماينس. فممكن نعمله كده عشان ايه؟ يعني نعمل له اكتر حاجة يعني عشان يسيب سطر كده. وندوس هنا برضو نفتح له العلامة دي، وندوس برضو على شيفت باك سلاش فيفتح له العلامة دي. فلما اجي ادوس رن وقلت مثلا وليكن 10 وبعد كده 20 هيظهر لي الكلام ده اللي هو سطر كده بس. وبعد السطر ده عاوز اعمل ايه؟ بعد السطر ده عاوز بقى اعمل العمليات الحسابية. فبكل بساطة هقول له print، وبعد اللي print هقول له ايه؟ هقول له اول حاجة انا عاوز اعملها الادنج اللي هي الجمع. طيب زائد ايه؟ زائد نمبر 1 زائد نمبر 2. بس عاوزين ايه؟ دي نخليها كده نمبر 1 نخليها نمبر 2، بس عايزين نحط الكلام ده بين اقواس كده، تمام. يبقى نمبر 1 ونمبر 2 دولت بين اقواس عشان يجمعهم. طبعا لما انا اجي ادوس رن واقول له وليكن 10 وبعد كده 20 هيقول لي ايرور. هيقول لي ما اقدرش اجمع string مع فلوت لان نمبر 1 ونمبر 2 من نوع ايه؟ من نوع فلوت. طب نعملها ازاي دي عشان تشتغل؟ هنقول له بس ان انت هتحولها لي ل str ل string، ونفتح الاقواس هنا. وممكن على فكره يعني نشيل القوس ده كده، يعني نخليه بس الاس تي ار نمبر 1 زائد نمبر 2. فتحت القوس وحطيت فيه الكلمتين دول، فهو هيجمعهم بعد كده هيحولهم لسترنج. بعد كده هيقدر يكتب الادنج، نحط هنا كولن مثلا وليكن عشان يقول لي الادنج هيكون مجموعهم. لو انا دخلت 10 و20 مثلا هيطلع 30. فلما اجي ادوس رن هقول له 10 بعد كده 20 هيقول لي الادنج 30.0 لان هي من نوع فلوت، فعشان كده قال لي 0.0 بس، تمام. طيب نفس الكلام بقى في كل حاجه. هنقول له مثلا print، بعد كده نقول له بين علامتين تنصيص هنقول له subtract اللي هي ايه؟ اللي هي الماينس.
نقول له برضو الكولون دي، ونقول له زائد str، نفتح الاقواس بتاعتنا نمبر 1 ايه ناقص نمبر 2. دي العمليه الحسابيه اللي احنا عاوزين نعملها. وهكذا برضو ممكن ناخد الكلام ده كده كوبي بقى، نقول له هنا كنترول في اللي هو خدته كوبي ازاي، كنترول سي، وبعد كده جيت هنا كنترول في، بعد كده هنقول له بدل الطرح بقى هنقول له ايه، هنقول له ملتبلاي اللي هي ايه، اللي هي الضرب، ونقول له بدل الماينس دي علامه الماينس هنقول له علامه ايه الضرب اللي هي شيفت 8. هناخد الكلام ده برضو ممكن هنا ندوس هنا كنترول في، وبدل برضو الطرح هنخليها ايه، هنخليها ديفايدد، ونعمل له هنا علامه القسمه اللي هي حرف الظهر. فهدوس على علامه الاسم هنا، وبعد كده برضو هدوس كنترول في، وهنقول له بدل الطرح هنخليه ايه، هنخليه المودولس بتاعنا اللي هو باقي القسمه، ونخلي هنا علامه باقي القسمه. ممكن على فكره بدل الادنج دي نخلي هنا برضو علامه البلس عشان يظهر بس علامه البلس، وهنا علامه الماينس ممكن نخليها قبل الكولن، خلي كشكل الجمالي يعني مش اكتر. ممكن نخليها دي علامه الضرب، ممكن نخليها دي علامه القسمه، وممكن نخليها دي علامة المدرس. تعال نشوف احنا عملنا ايه. لما نيجي ندوس ران اللي هيظهر هيقول لي first number، هقول له مثلا وليكن 10، وهقول له هنا 3 او 4، هيقول لي والله الادنج 14 فعلا، 10 زائد 4 بتساوي 14، الطرح 10 ناقص 4 بتساوي 6، الضرب 10 في 4 ب40، وبعد كده 2.5 في الديفايدد لان 10 على 4 فيها ال2.5، وعندك المودولس 10 على 4 فيها كام، فيها الاتنين. فده بكل بساطة اللي احنا اتعلمناه النهاردة. أول حاجة خلينا بس المستخدم يدخل الكلام ده وحولناه لنوع فلوت نمبر 1 ونمبر 2، وبعد كده جمعنا الكلام ده بس عشان نقدر نظهره بشكل أحسن يعني مع السترنج خليناه عن طريق إن هو هيتحول ل str، فهنخلي هنا دي str وهنخلي دي str، وهكذا بقى ايه علامة البلس عشان يتجمعوا مع بعض، عشان ايه، عشان يظهروا هما الكل سوا. تمام يا كبير. فده بكل بساطة كل اللي احنا كنا عاوزين نقوله النهاردة. يا رب تكون كل حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا بالنسبة لك ان شاء الله، وان شاء الله اشوفك في الجزء اللي جاي.